توفيقا لطاعته وطاعة وليه، ويجعلنا من العارفين بحقه والفائزين بلقائه والمستشهدين بين يديه. الثالثة: في هذه الآية الكريمة الله تبارك وتعالى يبشر عباده ببشارة وهي الاهتداء إلى صراط مستقيم. ولكن لمن هذا التوفيق؟ لمن يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام من مادة العصمة. عصم يعصم أي حفظه الله تبارك وتعالى من المزلات الاعتقادية، من الأعمال الفاسدة، من الأخلاق السيئة. ومن يعتصم بالله يعني من يطلب العصمة من الله في جميع معتقداته وأعماله وخلقياته. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ما معنى الاهتداء إلى صراط مستقيم؟ الصراط المستقيم هو الصراط الذي نحن في كل يوم في صلواتنا نطلب من الله الاهتداء إليه. نقول اهدنا الصراط المستقيم. ما معنى صراط مستقيم؟ في آية بعدها تقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الذين الله أنعم الله عليهم؟ في آية أخرى تقرأ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في بعض الروايات أن المقصود من النبيين خاتم الأنبياء محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. والمقصود من الصديقين هو مولانا أمير المؤمنين الذي رسول الله سماه بالصديق الأكبر. أولئك مع النبيين والصديقين والشهداء. قال المقصود من الشهداء الحسن والحسين، والمقصود من الصالحين الأئمة الطاهرون من نسل مولانا الحسين. وحسن أولئك رفيقا هو مولانا صاحب الزمان سلام الله عليه.
فإذا نطلب من الله في سورة الحمد، سورة الحمد الذي سماه فاتحة الكتاب وقال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني لو لم تقرأ في صلاتك سورة الفاتحة لا صلاة لك. يعني لو لم تطلب من الله في صلاتك الهداية إلى صراط مستقيم، يعني إلى صراط محمد وآل محمد، الله ما يقبل صلاتك. فالمقصود من الاهتداء إلى صراط مستقيم أن الله تبارك وتعالى من بركة صلاتك ومن بركة دعائك في صلاتك يهديك إلى ولاية مولاك صاحب الزمان صلى الله عليه، الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه: من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. يعني على كل واحد منا أن نعرف إمام زماننا حق المعرفة، مو بس أنه ابن الإمام العسكري، أمه نرجس، ولد في سنة كذا، لا، أن تعرف إمام زمانك بمستوى زيارة الجامعة الكبيرة. الذي نقرأ آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين. الزيارة التي تقرأ فيها إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه، يعني كل خير بواسطة هؤلاء الأطهار، لا سيما بواسطة مولاك صاحب الزمن، يصل إليك. في كل صلاة لا بد أن تلتفت إلى هذا الموضوع، وبهذه النية تقرأ صلاتك، تطلب من الله الاهتداء إلى ولاية إمام زمانك، إلى معرفته، إلى محبته، إلى انتظاره، كما نقرأ في دعاء مروي عن مولانا صاحب الزمان حسب رواية سيد ابن طاووس، يقول: لو تركت كل أعمال يوم الجمعة لا تترك هذا العمل. الدعاء في عصر الغيبة ابتداؤه هكذا: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، إلى أن تصل إلى هذا المقطع: اللهم لا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به وقوة اليقين في ظهوره والدعاء له والصلاة عليه. فعلينا أن نطلب معرفة إمام زماننا صلى الله عليه في كل صلواتنا وبعد كل صلواتنا، لأن معرفة الإمام أصل الدين، باب الاهتداء إلى جميع أحكام الله. الإمام الحسين صلى الله عليه صاحب هذه الليالي
إلى كربلاء قال خطابا لأصحابه إن الله والله ما خلق الخلق إلا ليعرفوه. هذا الهدف الأساسي من خلقة كل مخلوق، خلقة الملائكة، الجن، الإنس، الحيوانات، الجمادات، النباتات، كل المخلوقات الله خلقهم ليعرفوا. كيف تقول بهذه الوسعة الله جل خلق جميع الخلق لأن يعرفوا؟ لأنه يقول في كتابه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. من يسبح الله؟ من يعرف الله. من لا يعرف الله كيف يسبح؟ كما يقول في آية أخرى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. الذي يسجد من الجمادات والنباتات والحيوانات والملائكة والجن وكل المخلوقات يسجد لله، لابد أن يعرف قبل سجدته ربه، فلهم شعور بالنسبة إلى ربهم. لذا مولانا الحسين يقول إن الله والله ما خلق الخلق إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. إلى هنا على القاعدة حسب كثير من الآيات والروايات، حسب سيرة جميع الأنبياء والأوصياء والأولياء، ولكن المهم المقطع الأخير من الحديث. قيل له يا ابن رسول الله وما معرفة الله؟ فقال الإمام، من الإمام؟ مولانا الحسين صاحب هذه الليالي، قال معرفة الله معرفة أهل كل زمان إمامه الذي يجب عليهم طاعته. يعني أنت إذا عرفت إمامك تعرف ربك من طريق الإمام الذي عرف الله حق معرفته، تعرف ربك. الإمام محل معرفة الله، كما تقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة السلام على محل معرفة الله، مساكن بركة الله، معادن حكمة الله، هكذا يكون. فلا بد أن تذهب إلى باب مولاك. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رواية رواها العامة والخاصة قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. في رواية أخرى قال أنا دار الحكمة وعلي بابها. فعلى كل مسلم عرف ربه، آمن بنبيه، آمن بكتاب الله، أن يذهب إلى باب إمام زمانه. إمام زمان الناس في عصر النبي أمير المؤمنين، إمام زماننا في هذا العصر حجة بن الحسن صاحب الزمان سلام الله عليه. فعلينا أن نعرف إمام زماننا، نطلب معرفته من الله كما أمرنا صاحب الزمان بقراءة هذا الدعاء اللهم عرفني نفسك، إلى أن قال اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني.
وهذه المجالس مجالس طلب المعرفة. هنا نصل إلى معنى هذه الآية: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يعني من إشارات هذه الآية الكريمة في الاعتصام بالله أن تطلب معرفة الله من ولي الله الذي عرف الله حق معرفته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. هذا شأن الإمام. فعلينا أن نراجع إلى الروايات وإلى الآيات ونفهم الآيات على ضوء الروايات، كما نقرأ في القرآن: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أئمتنا قالوا: نحن الراسخون في العلم، نحن الذين عندنا علم القرآن، تفسير القرآن، تنزيل القرآن، حقائق القرآن، إشارات القرآن، دقائق القرآن. القرآن نور، القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إذا عندك مريض اقرأ 7 مرات سورة الحمد على، نحن نقول قريبان، على حنجرته. إذا ما أخذت الشفاء من هذه القراءة اقرأ سورة الحمد عليه 70 مرة. وفي رواية قال: لو قرأت 70 مرة سورة الحمد على ميت وقام هذا الميت وصار حيا لا تتعجب. هذا شأن القرآن، ولكن بشرط أن تأخذ معاني وتفسير وتأويل وتنزيل هذا القرآن من أهل البيت، كما يقول الله في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأئمتنا منبت الوحي، معدن الحكمة، محل المعرفة. لذا قال مولانا الحسين: معرفة الله معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. لخاطر أن الإمام كل الموجودات كل المخلوقات يعرفونه ويتواضعون عنده في مصيبته، كلهم بكوا. السماء بكت على الحسين، الأرضون بكت على الحسين، الملائكة بكوا على الحسين، الجن بكوا على الحسين، السماء والأرض والجن والإنس، حتى في عبارة النار والجنة بكوا على الحسين. كل ما يرى وما لا يرى بكوا على الحسين. لماذا؟ لأنهم رأوا أن إمامهم الإمام الذي أصل وجودهم لخاطره بيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وببقائه بقيت الدنيا. في حديث قدسي: لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة
لما خلقتكما من فاطمه و من اولاد و ابناء فاطمه. فعلينا ان نعرف امام زماننا في هذا المستوى. ولذا علي بن موسى الرضا عليه السلام في اول يوم من محرم كان محزونا باكيا على جده الغريب العطشان، بحيث يقول ريان بن الشبيب: لما دخلت على علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام ورأيته حزينا فسألته عن علة حزنه، فقال: يا ابن الشبيب أصائب أنت؟ فقلت لا. فقال: إن هذا اليوم يعني أول يوم من محرم، إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا عليه السلام ربه عز وجل فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فاستجاب الله له وأمر الملائكة فنادت زكريا وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. ثم قال علي بن موسى الرضا عليه السلام: فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله عز وجل استجاب الله له كما استجاب لزكريا عليه السلام. ثم قال: يا ابن الشبيب هذا الحديث حديث صحيح معتبر، جميع العلماء يتفقون على صحته. يعني كأنك الآن جالس تحت منبر علي بن موسى الرضا تسمع هذا الحديث من إمامك. فقال: يا ابن شبيب إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته، فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها صلى الله عليه وآله. لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله، فلا غفر الله لهم ذلك أبدا. يعني هذا ذنب غير مغفور. ثم قال: يا ابن الشبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي بن أبي طالب. يا صاحب الزمن أعتذر من هذه العبارة. يا ابن الشبيب إن كنت باكيا على شيء فابكي للحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا ما لهم في الأرض شبيه. ولقد بكت السماوات السبع والأرض لقتله، وقد نزل إلى الأرض من الملائكة 4000 لنصرته فوجده قد قتل. فهم عند قبره شعث غبر إلى أن يقوم المهدي عليه السلام فيكونون من أنصاره وشعارهم يا لثارات الحسين. ثم قال: يا ابن الشبيب لقد حدثني أبي عن أبيه عن جده عليهم السلام، كأن جميع الأئمة كانوا يذكرون هذه العبارات. إنه لما قتل الحسين جدي صلوات الله عليه مطرت السماء دما وترابا أحمر.
ثم قال يا ابن الشبيب إن بكيت على الحسين إن بكيت على الحسين عليه السلام حتى تسير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا يا ابن الشبيب إن سرك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزر الحسين يا ابن الشبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي وآله صلى الله عليه وآله فلعن قتلة الحسين يا ابن الشبيب إن سرك أن تكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين عليه السلام فقل متى ما ذكرته يا ليتني كنت فأفوز فوزا عظيما يا علي بن موسى الرضا أنت صاحب العزاء في هذه المجالس سيدي أمرتنا بالبكاء فأعنا وساعدنا في البكاء على جدك الغريب العطشان يا ابن الشبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعليك بولايتنا يا الله زبغان فلو أن رجلا تولى حجرا لحشره الله معه يوم القيامة عجيب كان حال علي بن موسى الرضا في شهر محرم يا شيعة أهل البيت ساعدوا إمام زمانكم في البكاء على جده الغريب العطيان في حديث آخر يقول عن
وسمي فيه ذرارينا ونسانا يا صاحب الزمان تكلم وأضرمت النيران في مضاربنا وجه البلد وانتهب ما فيها من ثقل الأمر ولم ترعن رسول الله حرمة في أمرنا ساعدوا إمام زمانكم يا شباب يا شيعة أهل البيت ارفعوا أصواتكم بالبكاء فعلى مثل الحزين فليبكي الباكون وإياهم فليندب
شدة البلوى